أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج حوار من فرونس 24. وضيفي في هذا اليوم هو السيد حسن عريبي، نائب عن حزب العدالة والتنمية في الجزائر. سيد حسن عريبي، أهلا وسهلا، يا مرحبا. هلا وسهلا فيك. نبدأ إذا سمحت سيد العريبي بآخر التطورات السياسية في الجزائر، عودة أو يحيى، تزكية سعداني على رأس جبهة التحرير الوطني، رسالة قايد صالح لهذا الأخير. هناك من يقول إنها ترتيبات مرحلة مقبلة، هل هذا ما فهمته أنت أو ما قرأته؟ لا أكيد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. هي الطبخة التي يطبخها النظام الحالي أو رجال السلطة الحالي، والهروب إلى الأمام بسياساتهم العرجاء التي أفضت إلى تفقير الشعب الجزائري. لا شك أن هناك ما يحضر في الآفاق المستقبلية من حيث المنظور الذي نعرفه في هذه السلطة، حيث اختطفت جبهة التحرير من مناضليها الأصليين الذين شاركوا منذ بداية الثورة، وسلمت إلى أشخاص آخرين وفق ما قرره شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة. ثم عودة يحيى كذلك هي تنبئ بمرحلة جديدة وبسيناريوهات جديدة النظام يخطط لها للوصول أو للبقاء في السلطة بأي ثمن كان، وتحت هذه الاستراتيجيات الفاشلة، سواء ما تعلق بالقيادة الجديدة للأفلان والتي نصبت عنوة رغم أنوف أصحاب جبهة التحرير من قبل شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ثم عودة يحيى، وهذه ليست بريئة كذلك. لأن ما هي السيناريوهات المحتملة أستاذ حسن عريبي؟ يعني ماذا تتصور أنت؟ ما هي الطبخة الحقيقية وراء كل هذا كما أنا أسميته؟ أتصور حتى في انتخابات قد تكون مبكرة، ويكون الخليفة لبوتفليقة هو شقيقه السعيد بوتفليقة. هذا ما نفاه يحيى في تصريحاته، وقال بأن الانتخابات لن تكون تشريعية قبل 2017 والرئاسية لغاية 2019. ومتى كان الذئب صادقا مع غنمه حينما نسمع هذه الخطابات بأن ليس هناك ما ينبئ بأن تحدث هذه الأشياء؟ كل ما نعرفه هل يمكن توريث الحكم في الجزائر؟ أعتقد أن هؤلاء يواهمون حينما يرون أن الأمور الآن باتت في أيديهم، وأن الشعب الجزائري هو الآن صامت وينتظر في اللحظة التي يثور فيها، لأن هؤلاء لم يقدروا الشعب الجزائري حق قدره، بل هم خطفوا السلطة عنوة، وكذلك من خلال رجالات السلطة الذين عبثوا بالمال العام وهربوه إلى الخارج. ومع ذلك الشعب الجزائري لا يزال ينتظر. فالشعب الجزائري عندما ينهض هذه المرة لا يمكن لهذه السلطة الكرتون أن تبقى حجر عثرة أمامه. طيب، ما هي أين المعارضة من كل ما يحدث؟ هل هذه المعارضة الحالية قادرة أستاذ حسن العريبي على إزاحة النظام الحالي الذي تصفه في العديد من المرات بأنه مهترئ؟ هل لديها تصور لما بعد بوتفليقة؟ أكيد أن هذه المعارضة التي التقت على مصالح مشتركة تجمعها، وهي من بينها البلد، ومن بينها الشعب الجزائري الذي عانى الويلات من هذه السلطة، تجمعها عدة مصالح فيما بينها تريد أن تحققها عبر الآليات الديمقراطية التي تنص عليها المؤسسات القانونية ومنها الدستور. وهل هذا ممكن؟ وهل هذا ممكن حينما السلطة تستجيب لمطالب المعارضة، وحينما لا تغض صوتها عن لا تسمع لصوت المعارضة؟ لكن ذلك لم يحدث. وإذا كان ذلك لم يحدث فعليها أن تنتظر الأسوأ. طيب، قضايا الفساد، سوناطراك، الخليفة، طريق السيار، يعني هي قضايا تستعمل مثل ما يروج البعض لتصفية حسابات كأوراق ضغط، هل هذا صحيح؟ ليست لهذه الدرجة مسيسة؟ ليست هذه صحيح، ليست هذه يعني كذب، بل هي حقيقة.
إن شركة السوناتراك وفضيحتها واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممكن هي من رجالات السلطة، بل هي من رجالات بوتفليقة شخصيا. من الذي أتى بشكيب خليل؟ من الذي نصبه وزيرا؟ ومن الذي أعطى له كل هذه الصلاحيات يتصرف كيف يشاء في شركة سوناتراك وكأنها ملكه؟ ثم نجد أن الأموال التي هربت من الجزائر وهربت إلى الخارج، نجد أن هناك القضاء الإيطالي والقضاء حتى القضاء المصري الذي تحرك من أجل متابعة شكيب خليل. لماذا؟ لأن شكيب خليل يعني قام بتهريب أموال واستثمرها في غير شيء غير قانوني، ولذلك المتابعة هذه لا من أجل أن يرد مال الشعب الجزائري إلى خزينة الدولة، بل الأموال ترد إلى الخزينة الإيطالية على سبيل المثال، كالمثل الذي يقول من زيته يقليه. طيب أستاذ حسن العريبي، العلاقات الجزائرية الفرنسية هل تشبه عنوان كتاب الجزائر باريس علاقات حميمية؟ أعتقد أن هذا العنوان لو كانت السلطة سلطة حقيقية مستمدة من إرادة الأمة الجزائرية لاستقالت ولا أعلنت انتخابات مبكرة، لأن الكتاب فيه فضائح، وهذه الفضائح أخلاقية مست كبار الوزراء الذين لا يزالون في السلطة والذين لا يزالون يعبثون بالبلاد والعباد. ولذلك فهذا الكتاب نحن بلغنا النائب العام لدى محكمة الجزائر. تم تحريك دعوة؟ نعم، من أجل أن يتحرك فورا ضد كل من تورط في الفساد وتهريب المال العام. طيب هولاند هذا الاثنين في الجزائر، هل يمكن أن يغير أو تغير هذه السيارة شيء ما في العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ أنا أعتقد أن فرنسا لها مصلحة في الجزائر، وأنها تحصلت على حصص الأسد، وكلما تحتاج السلطة الجزائرية أن تدعو مسؤولا فرنسيا أو مسؤولا أمريكيا أو مسؤولا خليجيا إلا وتجعل لنفسها الإخراج لكي يزكي هذه السياسات التي ورطت الشعب الجزائري، ولكي يجعل الجزائر مختزلة في رئيس مريض على كرسي متحرك شفاها الله، ومن ثم فالبلاد على كف عفريت. يعني لن تغير هذه الزيارة شيء في ديناميكية العلاقات بين الجزائر وفرنسا؟ لن تغير شيئا، لأن فرنسا والجزائر مصالحهما زي الصواعد والنوازل، تنزل وتصعد، لأن الجزائر ليس لها السياسة الحالية للسلطات الجزائرية ليس لها الجرأة السياسية والشجاعة الأدبية أن تقول لفرنسا لا، وكل ما تطلبه السياسة الفرنسية على هذه السلطة الجزائرية إلا ولبت طلبها وزيادة. أستاذ حسن العريبي، يعني دعنا ندخل إلى دور الجيش في السياسة في الجزائر. هناك جدل هذه الأيام بمناسبة رسالة القايد صالح إلى سعيداني. قلت بأنك تعرف الجنرال توفيق كما تعرفه. هل يمكن أن نتصور صراع بينه وبين الرئاسة كما يقول البعض؟ لا، هذه الأمور لن أدخل فيها، لأن من مصالح مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات ذات الثقل الكبير في البلاد والتي يعول عليها الشعب الجزائري لهي باقية وواقفة. وأعتقد أن مؤسسة الجيش الوحيدة في الجزائر التي لا تزال واقفة بحمد الله. ما هو دورها في هذه المرحلة؟ الدولة الأخرى المدنية كلها انهارت جراء تلك السياسات العمياء. أستاذ حسن العريبي، أنت عضو لجنة الدفاع في المجلس الشعبي الوطني. نعم. ما هو دور المؤسسة العسكرية اليوم في الجزائر؟ أنا أعتقد من خلال ما صرح من خلال رسالة القايد صالح قائد الأركان للجيش الوطني ونائب وزير الدفاع الوطني، أخطأ خطأ فادحا وخطأ أخلاقيا حينما أراد أن يورط المؤسسة العسكرية في مستنقع السياسة. فالجيش الجزائري له مهمات نبيلة، مهمات دستورية، وهي حمى الوطن، وهو له الشرف الكبير أن يكون حاميا
حاميا الوحدة الترابية ولكن يعني للشعب الجزائري من موقعك خير من أن يكون في مستنقع، لأن السياسة في الجزائر أفسدت الكثير إلا ما رحم الله. ولكن من موقعه هو نائب وزير الدفاع يعني وقائد أركان الجيش يعني. لا يحق له من الناحية الدستورية ولا من الناحية الأخلاقية أن يوجه تهنئة باسم باسم مؤسسة الجيش. طيب إن كان يريد ذلك ويريد أن ينضم إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فمن حقه القانوني والشرعي عليه أن يستقيل من قيادة الأركان. طيب باختصار يعني بقي لي سؤال، هل لا زال للإسلاميين دور في الجزائر؟ يعني بغض يعني كل ما حدث في الجزائر في التسعينات وأنت تعرف ذلك، ما حدث أيضا في بعض البلدان العربية والإسلامية، هل لا زال دور سياسي للإسلاميين في الجزائر؟ من الخطأ بمكان حينما يقال هذا السؤال أن الإسلاميين لا يزال لهم دور في الجزائر، بل أن الإسلاميين أؤكد لكم أنهم القوة السياسية الوحيدة في البلاد التي تؤمن بالعمل المؤسساتي وتحترم إرادة الأمة احتراما كاملا، وهي ديمقراطية، وتريد من الديمقراطية أن تكون حاكمة، لأنها قبلت بالديمقراطية وقبلت بالتعددية وسارت على هذا المنوال. ومن ثم لو لم يكن هذا النظام يزور لها الانتخابات ما كان لتكون في الذيل، بل هي من تكون الرائدة في هذا في هذه الأشياء كلها. وصلت الفكرة أستاذ حسن عريبي، شكرا جزيلا. نذكر أنك نائب عن حزب العدالة والتنمية في الجزائر، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. شكرا لكم. أهلا وسهلا. نلتقي في عدد جديد، إلى اللقاء.